صباح الخير وصباح الأمل وصباح السرور وصباح الجمال. أجمل إشراقة ليكم جميعا أحبائي الكرام، بالنية الصادقة وبالقلب الطيب بنقول لكم انتوا أعز الناس وأجمل ناس. عشان انتوا أعز الناس وأجمل ناس تشرق شمس الصباح وتصحر الشوق في مخيوة، ويبقى أنتم أعز الناس وأحلى الناس وأجمل ناس. عشان انتوا أعز الناس وأجمل ناس، عشان جمال روحكم الطيبة، اليوم جايين نتحدث عن الخير. والخير الطرق بتاعه كتير. عشان انت تصحر وتشرب بابتسامة جميلة وبقلب طيب، يبقى انه ده واحد من الخير. الخير الطرق بتاعه كتيرة. كونه انت تقدم لزول مساعدة سواء كان مادية أو معنوية، يبقى إنه ده خير. إنك تصحى وتشيل تلفونك وتبحث عن الرسائل وتراسل ناس وتتصل لزول تقول له كيف حالك وأخبارك وأخبار الأهل، وتسأل عن الأحوال السعيدة وتتمنى له الخير، يعتبر ده خير. كونك تبتسم في وجه أخيك أو أختك أو صديقك أو زوجتك أو أمك أو أبوك، أقرب الناس، حتى الناس اللي ما معروفة في الطريق، يبقى ده خير. نعم، أحيانا الناس ممكن تصفك بأنك كريزي، ممكن الناس تقول عليك مجنون، ممكن الناس تصفك بحاجات كتير، لكن الإنسان الروح طيب، إحساسه جميل، بيقدر يعرف الابتسامة ده نابع من وين. عشان كده أنا أقول لكم دايما طرق بتاع الخير كتير. خلينا نشجع الناس في الحياة، خلينا نتمنى الخير للناس، خلينا إنه كل إنسان ربنا بيباركه إحنا نفرح من أجله. وأي إنسان عنده وعد ووعد الرب حق، خلينا نجتهد، خلينا نفرح مع الناس. أي إنسان ربنا بيفتح له طريق ونحن نكون سعيدين معاه ونشجعه ونساعده كتير، يبقى إنه ده أجمل حاجة. عشان كده قبل أنا قلت الطرق بتاع الخير كتير. أنت أبقى إنسان بتقدم خير، صدقوني بجي لحظات أنت تبحث عن الابتسامة وتبحث عن الشعور الصادق، قد إنه تبحث عن أقرب الناس إليك ما تلقاهم. عشان كده أنت بدل ما تبقى إنسان ما بتفكر بالطرق الإيجابية وما بتقدم الخير للناس، أنت حاول أبدأ قدم الخير. الخير ما محتاج منك تكلفة كتير، بس حاجات بسيطة، حاجات بسيطة بسيطة جدا. والحاجات دي ما بتجي إلا أنت تعمل وعد مع نفسك، تقول يا أخي أنا ما داير أخاسي إنسان في الحياة، أنا ما داير أكون عندي عداوة مع إنسان في الحياة. وكل ما تصحر أنت خلي روحك جميل، خلي قلبك نقي، خلي قلبك صافي، خلي ضميرك يأنبك، خلي ضميرك يتوجه نحو الخير، أكيد هتفرح. الله بيفتح لك أبوابك والدنيا بتمشي معاك حلوة، وأي تحديات بتواجهك تقدر تنتصر عليه، وبتكون إنسان سعيد في الحياة. السعادة ليس بالمال ولا بالجمال ولا بأي حاجة، السعادة فقط أنت تاخد قناعة إنه أنا عايز أكون سعيد، وما تشيل هم وما تفكر في الماضي. ولو فكرنا في الماضي نفكر في الماضي عشان نعالج الحاضر، عشان شنو؟ نتحصل على المستقبل الجميل. الناس الحلوين، الناس الدائما بتخلينا احنا حلوين، صدقوني ده حاجة أنا بقوله من جواي. أنا عن نفسي بكون سعيد وكده أشوف الناس سعيدين، وبكون سعيد برضو وكده ألقى نفسي فجأة قدرت أقدم لزول حاجة سواء كان هو محتاج لي
من ناحية معنوية مادية من كل النواحي. لو لقيت نفسي إنه قدرت أقف مع الإنسان في الحاجة ده فحقيقة بكون مبسوط. حاجة التانية عشان إحنا نقدم خير، وقبل قلنا الخير الطرق بتاعه كتيرة، خلينا نحافظ على أسرارنا بعض. خلينا نحافظ على أسرارنا بعض. أنا حبيت أكرر الكلام ده. خلينا إنه وقت نلقى إنسان ضعيف فنحن نقيف معاه ونشجعه عشان يعود، مش إنه إحنا نتكلم فيه عشان ينفر. لو إحنا ملاحظين الحياة بقت صعبة، بقى في تذمر، أي زول بقى يتكلم إنه فاقد ثقة في الآخرين عشان الطريقة اللي بدأ إنه في واحد كان بيخضع والتاني كان بيتعامل بقلب طيب، ويمكن ده السبب اللي بيوصل. وأكيد الإنسان اللي بيتعامل بصورة طيبة بينكسر، لكن في النهاية أنا بقول لك أنت الفائز، أنت الفائز. عشان كده في الصباح ده أنا بقول لك ابتسم وقدم ابتسامتك، وكل صباح صلي أشكر ربنا وابتسم وامشي. إن كان انت طالب امشي المدرسة او امشي الكلية او امشي الجامعة، اذا كان انت شغال امشي الشغل، اذا كان انت محاضر امشي قدم المحاضرة بتاعك، وان كان انواع العمل بتاعنا انت امشي وقدم العمل بتاعك بكل ابتسامة، وحافظ على الناس الشغالين معاك، وأدي واجباتك بالصورة الكويسة، وخلي روحك طيب. نسامح بقلوبنا، نسامح من جوانا، نغفر ونشكر ونحمد رغم الصعوبات ورغم التحديات. أقول لكم أحبائي دمتم في أمان الله ورعايته. أنا دايما بتمنى لكم الخير، وأنا عايز الخير يطل، يبقى يطل في كل بيت، وينشر السعادة في كل بيت. أمنياتي لكم المريض يشفى، الحزين يفرح، الفقير يغنى، والفاقد حنان يلقى حنان. وعلى حسب أهدافكم وطموحاتكم ربنا يحقق أمانيكم. سلاما لكم.